هناك دولة يرأسها الملك، وهذه المسألة الدولة العميقة من الدولة موجودة في المغرب. وهل في المغرب عندنا دولة عميقة؟ ينبغي أن لا نقدر نقول الدولة العميقة. الدولة العميقة نعمة من الله أن تكون عندك دولة عميقة. لماذا؟ لأنها تمثل العمود الفقري للمجتمع وللدولة. الدولة نتاعنا باقا هي المخزن، هل المخزن يطرح التسامح والمصالحة؟ لأن هاد الدولة العميقة كاع كيجازوها. المغرب ماشي ديمقراطية يعني مكتملة العناصر. احنا كما نصنف بعض الأديان الحقوقية دولة هجينة، بمعنى إبريد، حكومة داخل مؤسسات الدولة. لا شيء برغم من أهميتها ولكن مؤسسة الدولة اللي هي أكبر منها، ومؤسسات الدولة أيضا التي قبل ما يكون المغرب دولة حديثة كان المخزن ماشي وزارة، راه منظومة منذ قرون. السلطان كان هو اللاكس، هو اللي كيعين، هو اللي كيعزل، هو اللي عنده السلطة الروحية والسياسية. ومن بعد الاستقلال في 1956 تبدلات الوجوه لكن البنية بقات نفس المركز، نفس الولاءات، نفس السرية، الصميط اللميط، كل شيء كيدور حول القصر. الملك هو المؤسسة والاخرين خدامين في دوائر قريبة وبعيدة. حكومات كتجي وكتمشي لكن الدولة العميقة كتبقى. منين استقل المغرب بدات الحرب الباردة الداخلية ما بين حزب الاستقلال اللي كان باغي سلطة حقيقية والقصر اللي كان باغي يحكم بلا ما يبان انه كيحكم. الملك الحسن الثاني في ذكاء كبير بنى منظومة ديال التوازنات، يعطي شوية ديال السلطة ويسحبها في الصمت، يخلي الاحزاب تنافس لكن القرار الكبير يبقى بيده. وهكا تزادت اجهزة، شبكات، عائلات، رجال نافذين كلهم خدامين تحت ظل واحد، الاستقرار اللي كيتخلص بثمن باهظ. الصمت، الولاء والطاعة. من السبعينات حتى التسعينات البلاد كانت تحت حكم رجل واحد تقريبا، دريس البصري، اللي كان كيعرف كل حاجة، من الصحافي اللي كتب مقال حتى الطالب اللي هدر فلونفي. وزارة الداخلية كانت هي العين واليد والذاكرة، كدير الانتخابات، كتوزع المقاعد، كتراقب الجمعيات وكتحكم في الإعلام. المخزن كان منظم أكثر من أي حزب سياسي، والشعار غير معلن، يا معانا يا ضدنا.